أهلا وسهلا بيكم، أتمنى إن أنتوا تكونوا بخير وبسلام. فيديو النهاردة صراحة أنا استوحيته من سؤال جه من متابعة جميلة عندي. صراحة السؤال ده خدناه بهزار وقعدنا نهزر أنا وهي، لكن الحقيقة إن السؤال ده كانت نقطة مهمة جدا، كان ضروري إن أنا أوضحها وأسهل أكتر عليكم طريقة رسم العيون. وده كان في الفيديو اللي أنا حاطة صورته دلوقتي، وهسيب لكم الرابط بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف تحت. السؤال كان إزاي نظبط العينتين زي بعض أو اتجاه المكياج في العينتين زي بعض. والحقيقة إن دي فعلا نقطة مهمة جدا، إن ما كانش الواحد عنده عين فنية، ودي يعني حاجة من عند ربنا كده بيديها للناس، فهو لازم يبقى عنده خطوات معينة يتبعها علشان النتيجة تطلع إن العينتين مظبوطين بنفس الطريقة. وبما إن أنا بخاطب غالبا المبتدئين عشان أعلمكم أسهل طرق تستعملوها في المكياج، فأنا هوريكم أسهل طريقة. في طرق تانية كتيرة، لكن أنا عايزة دايما أوريكم أسهل طريقة تبقى سهلة للمبتدئين خالص، اللي عمرهم ما حطوا مكياج قبل كده. لو فكروا يبدأوا يجربوا هيلاقوها سهلة وما تزهقهمش. يلا بينا نبدأ الفيديو. خدنا في الرياضيات في المدرسة إن أسهل طريقة للخط المستقيم هي نقطتين، لكن هنرجع ونقول تاني إن عشان النقطتين دي ممكن تختلف من عين لعين، فإحنا هناخد 3 نقط نوصلهم ببعض علشان نتأكد إن العينتين زي بعض. حتى لو إحنا من غير مكياج عندنا عين طالعة شوية، عين نازلة شوية، زاوية مختلفة شوية، ما ينفعش إن إحنا لما نحط مكياج نمشي مع الموضوع ده، لأ. لأن المكياج بيعمل إيه؟ بيركز نظر العين اللي قدامنا على عينينا، فإحنا لازم نخدع العين ونحسسها إنه لأ، أنتِ مش شايفة كويس، إحنا عينتنا الاتنين مظبوطين. هنقول لها لو بصيتي على عيني دي أو بصيتي على عيني دي هتلاقي الاتجاه مظبوط، فوقتها هي مش هتشوف عينك الأساسية، هي هتشوف رسمة الأيلاينر اللي أنتِ ضبطاها، فهيجي لها إحساس إن عينيك الاتنين زي بعض. طيب إيه اللي إحنا هنعمله؟ هنستعمل المسطرة. أنا في العادي باستعمل مسطرة بلاستيك علشان أعرف أغسلها بعد المكياج، لكن علشان التصوير فأنا هاستعمل لكم مسطرة خشب عشان تبان في الكاميرا. وكمان هاشرح لكم كذا اتجاه لرسمة العين، يعني اللي بيحب يرسم العين مفتوحة كده، اللي بيحب يطلعها شوية لفوق، أو اللي بيحب يطلعها أكتر. طبعا دايما أنصح إن إحنا نبقى عارفين رسمة عينينا عاملة إزاي وإيه المكياج اللي يليق عليها، سواء ايلاينر او اي شادو. الفكره دي ممكن نعملها بالمسطره، او الناس المتمكنه شويه وتعرف تتحكم في الخيط فممكن تستعمل نفس مواقع النقط اللي انا هقول عليها وتستعمل خيط بدل المسطره لو هي مش عايزه. لكن المسطره هي اسهل طريقه لان هي خط ثابت ما ينفعش يتحرك مننا زي الخيط. اول رسمه هنعملها اللي هي لو الايلاينر طالع كده او الاي شادو، يعني ممكن لو هتحطي ايلاينر ويبقى طالع بخط بالعرض، او نهاية الاي شادو بتاعتك هتبقى طالعة بخط بالعرض. اول حاجة هنجهز اللزق بتاعنا. الحتة اللي احنا هنقطعها بنقيسها من عند الزاوية على طول، ونطلع يعني حتة لبعد الحاجب، بس طبعا احنا ما بنطلعش مكياجنا بعد الحاجب لان المكياج بيقف عند زاوية الحاجب بالظبط. هنجيب مقص، هنقص اللزق بتاعنا على قد الحتة اللي احنا عملناها، نتأكد من المقاس كده تمام، وهنلزقه على أي حاجة. ممكن نلزقه على إيدينا من الظهر كده ونسيبه جاهز. هنجيب المسطرة بتاعتنا، هنبدأ أول حاجة بالرسمة اللي هي ماشية بالعرض، ودي أكتر رسمة بتوسع وتكبر العين سواء بالآيلاينر أو بالآي شادو. بنقطة آيلاينر ممكن نحدد النقطة بتاعتنا وبتبقى في نص المناخير، لكن قدام زاوية العين الداخلية دي ودي، بتبقى هنا بينهم كده نقطة صغيرة قوي، وناخد بالنا ان احنا نفتكر نمسحها بعد ما نخلص وعينينا باصة ستريت لقدام. هنحط المسطرة عند النقطة دي ونحط مرورا بالزاوية دي، ده عينينا شايفاه. انتوا دلوقتي تقولوا لي هشوف ازاي، لكن انتوا لما تعملوا زيي هتشوفوا كويس قوي. طرف المسطرة عند النقطة، المسطرة خطها معدي بالظبط عند زاوية عيني الداخلية، وطرف المسطرة هنا معدي عند زاوية عيني الخارجية. طرف المسطرة عند النقطة اللي أنا رسمتها هنا، خط المسطرة بيبدأ من الزاوية الداخلية لعيني، خط المسطرة التاني عند الزاوية الخارجية لعيني،
وبعدين باكون مجهزة فرشة زي دي فيها بودرة تثبيت، وأثبتها على المسطرة من غير ما تتحرك معايا أهي، شايفين كأن المسطرة إيه حد ليها، وأمشي بيها على عيني. ادي الخط اللي رسمتهولي، ده الخط اللي رسمتهولي. اقوم جايبه اللزق وماشيه على الخط كده اهو. تمام، طبعا دي بودره عادي بتروح، بل بالعكس هي بتعمل لك كانه تحديد وهايلايت للحته دي اللي فيها الصح. ونرجع بقى نكرر برضو من عند النقطه دي لزاويه العين الداخليه مع زاويه العين الخارجيه، ونرجع نرسم الخط بنفس الطريقة. دي أول زاوية اللي هي مفتوحة، العين فيها مفتوحة كل الحتة دي. الزاوية التانية لو عايزين بقى، طيب لا أنا عايزة أطلع لفوق شوية يا ريهام بليز، أنا مش عايزة المفتوحة اللي بالعرض دي، أنا عايزة شوية السحبة اللي لفوق دي شوية. أوكي هوريكم دلوقتي، هنمسح بقى دي، اوعوا تنسوها ها. النقطة التانية اللي ممكن نرفع بيها اتجاه المكياج بتاعنا، سواء ايلاينر سواء أي حاجة هنعملها، بتبقى من عند المناخير. نقطة هنا عند المناخير، عند زاوية المناخير دي بنحط برضو نقطة صغيرة كده في النص، خلي بالكم انها لازم تبقى في النص. في الحالة دي احنا هنستعمل نقطتين بس للاتجاه. المفروض انها 3 مع الحاجب، بس لان الناس بتغير رسمة حواجبها، اللي بيعمل تاتوهات، اللي بيشيل حواجبه خالص ويرسمها بالقلم، فانا خايفة اقول لكم اعتمدوا عليها، بس هي في الصح المفروض ان النقطة الثالثة بتاعتنا بتبقى الحاجب. مش عايزة اعتمد على الحاجب عشان ما يبوظلكوش الدنيا، فهنبقى هنا هنستعمل نقطتين بس، هنستعمل النقطة اللي رسمناها عند مناخيرنا وزاوية عينين، وبتبقى كده وكده. شايفين نقطة طرف المسطرة عند مناخيرنا والطرف التاني طالع لفوق، وبنفس البودرة التثبيت بتاعتنا. ممكن تعملوها بودرة تثبيت، ممكن تعملوها بأي حاجة تانية، عايزين بقلم اللي لونه بيج لون الجلد، عايزين بكونسيلر، عايزين إن شاء الله حتى تستعملوها هي كايلاينر بالقلم الأسود بتاع الايلاينر، ويبقى هي دي رسمة الايلاينر بتاعتكم، بس ما انصحش. اوكي، وادي كده ثبتنا هنا، وهنطلع لفوق ونرسم من عند الزاوية بتاعت عينينا، وادي الخط. وهنجيب برضو اللزق تاني ونقوم ماشيين على الخط، ونمشي بقى على خطوات الفيديو. طب لا بقى عايزين شوية رفعة أكتر من كده أو سحبة أكتر من كده، أوريكم النقط الأخيرة. هنمسح النقطة اللي عملناها هنا، الايلاينر ده أصلا ضد المية فما بيروحش بسهولة. وأعلى اتجاه لرفعة رسمة العين بنستعمل فيه 3 نقط اللي هي بتعمل كده، زاوية الشفايف، نلمس زاوية المناخير، ونرفع عند زاوية العين كده اهو. اللي عكسها مش اللي فوقها، اللي عكسها، دي مع دي مع زاوية العين اللي هي بتعمل كده. شايفين كده اهو. بعدين برضو بنفس البودرة ادي الزاوية اللي انا بتكلم عليها، عالية قوي دي كده، اعلى حاجة، يعني دي اعلى حاجة ممكن حد يعملها. برضو بعد كده بجيب اللزق وبحطه على البودرة، وبمشي على خطوات الفيديو.
ممكن تمشوا على خطوات الفيديو، ممكن ما تمشوش، اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس دي الاتجاهات اللي ممكن انتوا تظبطوها. اوكي؟ لو عملنا من الزاوية دي للزاوية دي للزاوية دي عشان العين دي، يبقى من الناحية التانية هنعمل من الزاوية دي للزاوية دي للزاوية دي، ومن النقطة دي للنقطة دي، ومن النقطة دي للنقطة دي للنقطة دي للعين التانية. وبكده الفيديو يكون خلص. أرجو إنه كان مفيد بالنسبة لكم، وأشوف وشكم على خير. باي.